متى ستعترف أنه لا يوجد شخص واحد يكترث لأمرك ولطموحك؟ متى ستتوقف عن إرضاء الآخرين على سبيل شغفك وهدفك وطموحك؟ لماذا توقفت؟ لماذا تنازلت عن أهدافك وطموحاتك من أجل كلام الناس وانتقاداتهم وآرائهم؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك بينك المستهزئين. فالمعادلة واضحة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من كلام الناس، أفتسلم أنت من كلام الناس؟ عتبي عليك، لماذا توقفت؟ لن تنجح، لن تحقق حلمك ما دمت تنظر إلى كلام الناس. ليكن هدفك الأول رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. إنك لن تنجح ولن تحقق هدفك وطموحك ما دمت واقفا راقدا في بيتك. الأحلام لا بد لها من عمل وأسباب حتى تتحقق، وما بيض وجه المرء في طاب العلا حتى تسود وجهه في البيد. وصدقت أن الرزق يطلب أهله لكن بحيلة متعب المكدود. ووالله الذي لا إله غيره إنك إذا سعيت وبذلت الأسباب سيأتيك الخير أضعافا مضاعفة. اسعى نحو هدفك، نحو طموحك. لديك جوال، لا تتعلل بأوضاع البلد ولا بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع المأساوية. الأبواب مفتحة لطلب الرزق من الله. يكفي أن يكون لديك هدف وشغف واسعى نحوه بإذن الله ستحقق المستحيل. أسأل الله لكل من ساهم في نشر الخير والسنة ونشر هذا المقطع بين هذه الأمة أن ننظر وجهه في الدنيا والآخرة. إذا أحببتم تستفيد أكثر تابع حسابي، يعطيك العافية.